من التصرفات دي في ايه؟ اللي باين اسماعيل الشاعر. حبيب لو سمحتوا كده شويه. حبيب ابراهيم حبيب العدل اطلع قدام. حبيب ابراهيم احمد محمد رمزي يا غبي يا اللي بيصور. اطلع قدام كده اهو. عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد. حسن محمد عبد الرحمن يوسف اطلع قدام. اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر. اسامه يوسف اسماعيل المراسي. عمر عبد العزيز حسن فرماوي. مش عايز كلمه. حيث ان قد نظرت بجلستها الاولى في 26/4/2011 وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم. وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21/5/2011 بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز للاطلاع عليه. وبتلك الجلسة حدث اختلالا أمنيا بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26/6/2011 للقرار السابق. وخلال فترة تأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى. ووجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماسدة واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها، الأمر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام. وخلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدني. وإعمالا لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفا لجلسة 25/7/2011 لبيان ما تم في طلب الرد المحدد نظريه أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة. وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل المدعي بالحق المدني آخر بطلب ثاني لرد هيئة المحكمة ضم للطلب الأول لنظريه بذات الجلسة. وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة 24/7/2011 والذي أعلن في البلاد جعله أجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو، الأمر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد إداريا لجلسة أخرى. ولما كانت المحكمة وحرصا منها على سرعة الفصل في القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية للدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا ولا يصدر فيهما حكم واحد. لذلك قررت المحكمة وبعد اختار معالي المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة القضية للدائرة الخامسة الجنائية شمال القاهرة لنظرها بجلسة 3/8/2011 مع القضية رقم 3642 سنة 2011 جنايات قصر النيل مع استمرار حبس المتهمين الخمس الأول ونقل المتهمين السادس والسابع 3/8 أيوه والمدعين بالحق المدني ودفاعات ورفعت الجلسة.